الاهلي ايه؟ نار 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 يا حبيبي نار، ولا هممني احسن مذيع ولا احسن. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو اديب بعد اكتساح الاهلي للزمالك في كرة اليد وتتويج الاهلي بدور المحترفين، ويسخر من الزمالك ويفاجئ الاهلي قبل مباراته مع الترجي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل ان نبدا، لو انت محب وسعيد بفوز الاهلي فارجع الاعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا ان تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على الزمالك ب27 مقابل 21 ليفوز الأهلي رسميا بلقب دوري المحترفين لكرة اليد، ليتوج الأهلي بالدوري ال25 في تاريخه. فقد انهار الإعلام الزملكاوي عمرو أديب وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: هو في إيه يا جماعة؟ هي كرة اليد اتعدت من كرة القدم ولا إيه؟ ده احنا كنا بنقول يا زملكاوية على الزمالك احنا ملوك الصلاة، لأن كرة اليد هي الحاجة الوحيدة اللي عندنا اللي كنا بنفوز بيها على النادي الاهلي. دلوقتي الاهلي عاد بيفوز علينا باكتساح، ده فايز علينا النهارده بفارق 6 أو 7 اهداف، واحنا الماتش اللي فات فزنا على الاهلي وقلنا يا فرج الله هنفوز بالدوري. ولكن الاهلي احنا عارفينه انه ما عندوش حاجه اسمها مستحيل، وفاز النهارده على الزمالك وقتل املنا. الله يقتل املكم يا زملكاويه زي ما قتلت املي. هو دايما الاهلي حاطط علينا كده، حتى في الحاجه اللي احنا ناجحين فيها شويه الاهلي مش سايبنا في حالنا ابدا. بس بصراحه انا اتفرجت على الماتش، لا لعبت الاهلي كانوا رجاله النهارده. واحمد الاحمر بقول له اعتزل بقى، كفايه عليك كده، انت عملت اكتر من 3-4 باصات غلط وتردوا علينا جوان، فمبروك للاهلاويه هذا اللقب. بس بكره يا جماعه البطوله الاهم للنادي الاهلي، وبقول لكل الجماهير سواء كانوا اهلاويه او زملكاويه لازم كلنا نقف جنب النادي الاهلي. الاهلي هو اللي بيمثل مصر بكره، لازم الاهلي ياخد البطوله ديت يا جماعه بكره عشان يسعد الشعب المصري. ما الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي بتسعد مصر. انا بكره بقول للزملكاويه انا بكره هبقى اهلاوي 100%، انا مش هسيب الاهلي ابن بلدي واروح اشجع في الترجي يعني. وافتكروا كلامي يا اهلاويه، الاهلي هيفوز بكره 3-0، وسام ابو علي هيجيب جونين وامام عاشور هيجيب جون. وفي النهايه شاركونا بارائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.